العقليه اللي بينطلق منها ابراهيم محمود وبينطلقوا منها كيزان كوتار. بيروا انه هم السودان، وانه اي حاجه بتعاديهم بتعادي السودان. وبالمناسبه دي العقليه الايديولوجيه اللي بتمتلك الصح المطلق. هم بيروا انهم هم السودان، والسرديه بتاعتهم هي دي السرديه السودانيه، واي زول بيقول سرديه او روايه مختلفه بالتالي هو بيعادي السودان. وعشان كده بيجي منطلقات انهم بيمتلكوا السودان، وهم بيروا انه الصح المطلق بتاعهم، الصح المطلق هو المفروض يمشي عليه السودان. عشان كده هم ما عندهم قدره على انه يتخيلوا انه في اخر عنده راي مختلف، انه في اخر عنده راي مختلف وممكن يكون عنده وجهه نظر. انت في النهايه قلت وجهه نظرك، الاخر عنده وجهه نظر مختلفه يقول لك لا دي سرديه عداء السودان طوالي. والفكره بتاعت الخيانه وما اعرف شنو وباعوه وسووه. برضه ابراهيم محمود قال احنا ما بنقبل بقرارات الرباعيه لانه فيها الامارات. الله كيف؟ طيب الرباعيه دي ما فيها مصر الدعمات، ما فيها السعوديه. لا هو طبعا لانه هو ما بيقبل بقرارات الرباعيه لانه قرارات الرباعيه ضده كحزب سياسي. انا قادر افهم الحته دي. انت ما محتاج انك تدخل الامارات في الكلام بتاعك، لانه الفكره بتاعت انه انا ما بقبلها عشان فيها الامارات، بس ممكن يطلعوا لك الامارات برا ويجيبوا لك نفس القرارات. هل هتقبلها؟ ما هتقبلها. يبقى انت مشكلتك ما مع الامارات، انت مشكلتك هنا في انه المقترحات اللي جات في البيان بتاع الرباعيه كلها ضدك، كلها ضد الرؤيه بتاعتك، وكلها ضد الموقف بتاعك من الف ليا. فبالتالي انا بشوف انه يعني حتى الفكره بتاعت انه انت داير تبرر لموقفك، انت يكون عندك موقف. يعني تقول يا اخي مثلا السرديه دي تبنت، او البيان تبنى سرديه الدعم السريع. ما انا بالنسبه لي مقبوله بالمناسبه، لكن ما تيجي تقول لي انا ما لانه فيها الامارات. كيف يعني فيها الامارات؟ يعني شنو فيها الامارات؟ وده بوريك العقليه العدائيه. برضه تاني قال لي يا اخي ده كلام القحاته. يعني شنو كلام القحاته؟ انا ما عندي يعني، انا دائما بشوف انه يعني واحده من اشكالياتنا نحن او جزء كبير من السودانيين الشخصنه بتاعت الاشياء. يعني انا عدو للامارات، فبالتالي اي حاجه في الامارات ما تنفع معي، اي كلام بتقول الامارات يبقى غلط. ودي عقليه ما سليمه. الصح انه انت ترد في الكلام. يعني لما اجي انا اقول لك كلام تقول لي انا برفض بيان الرباعيه عشان 1 2 3 4 5، لكن ما تيجي تقول لي انه فيها الامارات. ولما اجي اقول لك كلام يا اخي انتوا حكمتوا 30 سنه وانتوا دمرتوا البلد، ما تقول لي ده كلام قحاته. قول لي يا اخي الكلام ده ما صحيح، ان احنا ما عملنا كده ونحن سوينا كده ونحن اخطانا ونحن. حاول كون موضوعي في الرد بتاعك. تحس به متنرفز جاي بصوره عدائيه، جاي بس عايز يكورك وعايز يثبت كلامه بالرجاله. بعدين برضه قال يا اخي من حق الشعب السوداني وحده عزل الاسلاميين وليس من حق الرباعيه ذلك. طيب يا استاذ، انت ثوره ديسمبر دي ما شفتها؟ الاسلاميين دي ما طلعوا كلهم الشارع، السودانيين دي ما طلعوا الشارع. مش قال لك كله كوز ندوس ودوس وقال لك نحن ما دايرينك انت عدل اكثر من كده. كيف يقول لك لا 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 دي ثوره ملونه ودي ثوره مصنوعه وما في ثوره ودي جابوها القحاته ان احنا نزول انتخابات بس. كيف يعني انتخابات؟ انتخابات في ظل دوله منهاره، بلد ما فيها مؤسسات، انت متحكم في الاقتصاد بتاعك، انت متحكم في البتاع بتاعك، تجي تقول لي يا اخي نعملها بالانتخابات. ومين قال لك انه الانتخابات هي الوسيله الوحيده لانك انت تعرف الراي العام وتعرف الحاصل شنو؟ الانتخابات وسيله ديمقراطيه، لكن دي ما هي غايه الديمقراطيه. لانه برضه بالمناسبه في فهم عند الناس انه الديمقراطيه هي الانتخابات، وكانما الانتخابات هي قمه الديمقراطيه، والكلام ده ما صحيح بالمناسبه. الانتخابات دي اداه عشان انت تقدر تفرز بيها الكيمان بتاعت الناس، وما هي بالمناسبه القمه بتاعت الديمقراطيه. فحتى في دي هو فشل. الشعب السوداني اوريدي قرر انه ما دايرك وطلع ثوره عديل، وانا ممكن ارتكز على الحاجه دي واقول يا اخي الشعب السوداني ما دايرك. لكن انت هتيجي تقول لي لا لا وده كلام ودي ما عندك سرديتك وعندك روايتك، حقك ما في مشكله، لكن ما تخون السرديات الاخرى. برضو يعني قال انه الطرف الاخر هو اللي بيرفض الحرب وبيدفع السودان الى سيناريو الفوضى الخلاقه. وطبعا الكلام ده انا بشوف انه الفكره بتاعت رمتني بدائها وانسلت، هي دي اصلا الفكره بتاعتك. دي الفكره بتاعتك انه هو يعني انت برافض الحرب لانه الحرب دي
جده وجدته والمنامه وجنيف كلها، وحتى اديس ابابا افشلوها الاسلاميين دي عن طريق الجيش ده، والان هم بيسعوا لافشال الرباعيه، هم ما عندهم رؤيه لايقاف الحرب. وحتى لما يجي يقول لك ايقاف الحرب هم بيطرحوا شروط بتاعت الاستسلام على الدعم السريع، وده ما موضوعيه مع الموقف الميداني والموقف السياسي. الدعم السريع ما مهزوم عشان يجي يسلمك اسلحته، ويجي بعد ذاك تجي تشوف الصالح منه والطالح منه، وتجي تعمل له دمجي وتجي تكسره. هو ما مهزوم. انت لازم تفهم الحته دي. هيجيك واحد يقول لك يا اخي والله ده كلام جنجويد. يا جماعه والله العظيم الزول يعني بيفكر كده، يعني واحد في اثنين. يا اما انك انت بجهل بتقول انه الجنجويد ديل كويسين، يا اما انت زول ما عارف حاجه. كيف انت لما انا اجي اقول لك يا اخي الواقع بيقول واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، تيجي تقول لي لا ده كلام جنجويد؟ ما ده الموضوعي وده المنطقي. الفكره بتاعت يهول انت اي حاجه بتيجي تعمل غلط. الحرب دي الرافض وقيفه الاسلاميين، واسد اتحدى الاسلاميين دي اللي يقولوا نحن ما عندنا مشكله في ايقاف الحرب. طبعا عندهم شروط 1 2 3 4، والشروط دي شروط بتاعت استسلام. يعني انت عايز تنتصر، اذا فشلت في الميدان انك تهزم الدعم السريع ده تهزمه سياسيا، وده ما هيسمح لك به الدعم السريع، بل موضوعي بل منطقي. فبالتالي الفكره بتاعت انه عايز يودي البلد لسيناريو فوضى، انتوا اوريدي عملتوها. فانت ما تجي الليله تيجي تقول انه الدعم السريع هو الداير يودي البلد لسيناريو فوضى، انه هو ما بدا الحرب. الفكره بتاعت انه انت عايز تجي تلصق في الاخر اي حاجه وداير تيجي تعمل فيها انت الشريف الرضي وانت ما عملت حاجه، خطا. ما نحن عارفين ونحن متابعين ونحن شايفين. انت عندك رؤيتك للمشهد، في اخر عنده رؤيته للمشهد، وده صراع احنا عايزين نجد له حل، لانه الصراع ده اصبح بيدفع ثمنه ملايين السودانيين المشردين واللي بيموتوا من حمى الضنك واللي بيموتوا بالعدم الاكل وعدم الشراب والناس المشلهته. يعني برضو قال انه الحل دائره مستديره يجلس فيها كل من لم يذنب في حق الشعب السوداني. وهنا في سؤال، تعريف الاذناب شنو؟ ما برضو لما جا قال له يا اخي انت القحات يجوا، قال لا لا يمشوا امام القضاء السوداني. القضاء طبعا اللي هو شنو بقى؟ الرئيس المحكمه الدستوريه، رئيس القضاء والنائب العام ووزير العدل كلهم بقوا كيزان، وعشان كده هم طبعا دايرين يستلموا الموضوع بتاع العنايه ده. ف اسمه شنو يجي يقول لك لا امشوا قدام القضاء عشان يعمل شنو. هو بالمناسبه اصلا القحات الكعبين ديل قالوا ليه لو عندك علينا تهمه ودينا القضاء بيمشوا، هم ما عندهم مشكله بالمناسبه يمشوا. انتوا ابقوا رجال وامشوا قدام القضاء، بس ما في مشكله. خلينا نحن نعمل قضاء عادل، خلينا نبني الدوله ونعمل قضاء ونعمل مؤسسات بتاع الدوله، وكلكم يا دول شفتوا بالفي والما في نوديكم كده في بوجه واحده، نوديكم للقضاء. خالد سلي ونودي اسمه منو الدقير، ونودي ابراهيم محمود ذاته واحمد هارون، ونودي البشير ونودي علي كرتي، نوديكم كلكم يا دول ما في مشكله. بعد ذاك خلي القضاء يجي يحكم، بدك نجي نشوف اللي بيحصل شنو. في النهايه انا داير اقول انه بصراحه السرديه الكيزانيه سرديه بائسه، وعشان كده بتلقاهم دائما لما يطلعوا مع احمد طه اللي بيطلع فيهم بينتف ريشه، لانه احمد طه ما بيديك فرصه، واي كلمه بتقولها بيقعد عليها. عشان كده بتلقى انه في فرق كبير جدا في اللقاءات الحوار اللي بيقوله احمد طه لما يجيب مثلا خالد عمر او جعفر حسن او واحد من القحاته ديل، ولما يجيب الكيزان بتلقاه شفت الكوز ده بيمسح بالبلاط، لانه الكوز سرديته فيها الكثير من الثقوب وفيها الكثير من عدم الموضوعيه. ممكن انت تيجي تغش تدار الانصرافي. برضه في عقليه بتاعت مؤامره كده بيقول لك يا اخي هم جايين يوقفوا الحرب لانه مصلحتهم بقت في ايقاف الحرب. والمشكله وين؟ يعني انت لازم تفهم انه المجتمع الدولي ده يا جماعه ما جمعيه خيريه. صح في اخلاق بتحكمه في طيب هو الان اصبح عنده مصلحه في ايقاف الحرب، وانت عندك مصلحه في ايقاف الحرب. المشكله وين؟ طوالي تشوف مصلحتك ومصلحته وين، اطلاقك تمشي وقف الحرب ده. اول ما انت مستفيد، انت المستفيد الاكبر، انت مستفيد اكثر منه. لكن لا، هو طبعا داير يعاين للمشهد من خلال وجهه نظره، لانه العقل الشيوعي عقل بتاع مؤامرات ومنقلق على ذاته، والحاجه دي هنجيها. برضه هنا بيتكلم على انه شنو، يعني الدوائر الخارجيه شاركت في اشعال الحرب ومن مؤامرات، الوثيقه الدستوريه كانت مؤامره، والرجوع للشارع والرجوع للجماهير والرجوع ل 2018. وانا بشوف انه دي عقليه
عقليه عقيمه بتاعت الحزب الشيوعي السوداني. بصوره عامه انا داير اتكلم. شوفوا يا جماعه، العقل الشيوعي الحزب الشيوعي، وانا اتمنى انه يعني الناس او الشيوعيين يستمعوا لكلامي ده بموضوعيه. انا حضرت ناس بتناقش كتير وناس ناقشتني. في ناس قالوا لي يا اخي الحزب انت البيان بتاع الحزب الشيوعي ده ما حتفهمه، اتعملت. وبرضه كان ناس كتير قالت لا لو انتوا بتفهموا انت لازم تعرف الشيوعي ده بيفكر بطريقه. يا جماعه انا داير اقول لك حاجه، انا بشوف انه ده اصلا فشل للشيوعي وللحزب الشيوعي في انه يخاطب شعبه. انت لما تيجي تخاطبني انا كزول عادي بتخاطبني بلغه انا ما بفهمها، وبتجي تطلع لي بيان انا ما قادر استوعبه وما قادر اشوف انت قاصد منه شنو، يبقى انت فاشل. انت دار تحكم منه؟ انت ما دار تحكمني انا، صح؟ انا انا مواطن سوداني، يعتبرني انا جاهل يا زول، لا بعرف لا بعرف شيوعيه، لا بعرف، لا خشيت كادر بتاع حزب، ولا ما عارف مرشح ولا اي حاجه. زول سوداني عادي مهتم بالسياسه دي وداير اعرف انت رايك شنو، لانه انا داير الحرب دي تقيف. انت بتطلع لي بيان انا ما بفهمه، ولما اجي انتقد فيه تقول لي لا لا انت ما بتفهم، انت غبي، انت ما بتفهم، فاشل. انت ده يعني اسيتك خنجيت ده تحكمنا، هتحكمنا بفهمك انت اللي هو منبت على الفهم بتاعنا نحن العادي.